دكتور علاء، أعود إليك. إلى أي مدى ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في ذيوع وانتشار ثقافة التعصب وترسيخها بشكل أكبر؟ بكل تأكيد اتساع دائرة الإعلام ساهمت في زيادة التعصب، والسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقوى الآن من الشاشات، وأقوى من الإذاعات، وأقوى كثيرا من الصحف والمواقع. لا يمكن لنصف المجتمع الذي يتواجد على ظهر الكرة الأرضية اليوم أن يمر عليه 24 ساعة دون مراجعة الوسائل التواصل الاجتماعي. أصبح تأثيرها ضخما للغاية، وللأسف هناك من يسقط أسيرا في فخ التعصب أو في فخ الشحن في وسائل التواصل الاجتماعي. هنا حسن الانتقاء، ولكن هناك عناصر أشار إليها الدكتور محمد جويلي أرحب جدا به وأثمن آراءه القيمة التي قالها. هناك عناصر كلما ازداد الإنسان فراغا كلما ازدادت علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي وأصبح أسيرا لها. الشخص العاطل الذي لا يعمل مطلقا هو أسير وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الشخص الذي يعمل لساعات طويلة. الشخص الذي ليس لديه هدف في حياته يتأثر جدا، بعكس الشخص الذي لديه طموحات وأهداف وأعمال تشغله كثيرا. ولكن في البداية والنهاية وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة بنسبة تزيد كثيرا عن وسائل الإعلام الأخرى. نعم دكتور محمد، هل نستطيع أن نقول بأن هناك تعصب محمود وهناك أو تعصب مذموم وتعصب طبيعي مقبول، أم كل التعصب يعتبر مذموم؟ ثم تعصب، طبعا ثم تعصب مقبول، لأنه اللعبة تفرض شيء من التعصب، شيء من الانتماء القوي. ما يعني في الآخر التعصب هو المبالغة في الانتماء، المبالغة في التعبير عن الفرح، المبالغة في التعبير عن الحزن، المبالغة في التعبير عن عندما يكون الفريق في أزمة كبيرة. طبعا يتمظهر هذا في بعض السخط، في بعض الأقوال السيئة بين ظفرين، ربما في بعض الحالات من التدافع العنفي شيئا ما. يعني هذا معقول إلى حد كبير، معقول إلى حد كبير، لأنه لا يمكن أن يتواصل النادي بدون هذا التعصب. لا يمكن، هو وكأنه تلك الطاقة التي تعطي للفريق حضوره ضمن اللعبة، ضمن المنافسين، طبعا ضمن الدوريات. ولكن هناك عندما يتحول ذلك التعصب إلى شيء يفوت درجة معينة، ثم عتبة لابد أن لا نتجاوزها بين الظفرين، وهي أن نصل أن يتحول ذلك التعصب في أقصاه إلى عنف مادي رمزي وغير ذلك. نعم دكتور محمد، هناك من المشجعين من تظل المباريات بالنسبة لهم في سياق المتعة والحماس فقط مهما كانت النتائج، وهذا يفسر يعني مشاهد التشجيع لدى بعض الجماهير لفرقها حتى في حالة الهزيمة، بينما في حالات أخرى يتعامل البعض مع نتائج المباريات كما لو كانت نهاية العالم. لماذا إذن يختلف الوضع، وكيف يمكن فهم نفسية الجمهور المتعصب رياضيا؟ شوف، هو المناصرون أو الجماهير كما يطلق عليهم، ولكن هم فسيفساء، هم لا يمكن أن نضعهم في سلة واحدة. هناك من هو كما قلت يشجع ويناصر فقط من أجل المتعة، يعني وكأنه جزء من عملية نهاية أسبوع، فيتعامل مع لعبة كرة القدم أو مع المباراة وكأنها جزء من الاستهلاك متاع نهاية الأسبوع، يعني يتعامل معها بشكل استهلاكي وكأنه ذاهب إلى مكان آخر للترفيه. وبالتالي يعني ما يطلبه من اللعبة ومن النادي لا يفوق أو لا يتجاوز رغبته في الترفيه ورغبته في إمضاء الوقت، قد يكون مصحوبا بعائلته في أحيان عدة أو مع أصدقائه. فهو هذا مناصر يحدد نفسه أو ضمن دائرة استهلاكية بين ظفرين للعبة كرة القدم ولعبة المشاهدة. هذا نجده بشكل واضح وصريح في الدوريات الأوروبية، وخاصة الدوريات الأوروبية الكبرى. عندنا في المنطقة العربية هناك صنف آخر، هذا قليل، الصنف الأول الذي يتحدث عنه
يعني مقارنة بالصنف الثاني الذي يعتبر أن النادي هو هوية. لأنه لابد أن ندرك أنه في سياق كرة القدم ولعبة كرة القدم في المنطقة العربية بدرجات مختلفة هي غير معزولة عن سياقات للتحولات السوسيولوجية بشكل عام والاجتماعية والسياسية وحتى الجيوسياسية أيضا. وبالتالي هناك أزمة هوية عشناها منذ بداية الألفية. الهويات الكلاسيكية القديمة اللي للشباب مع مؤسسات المرافقة الاجتماعية بمختلف أنواعها، الانتماء للعائلة، الانتماء للحي، الانتماء إلى جماعات فكرية، إلى جماعات سياسية، تراجعت وعوضتها بشكل كبير الآن في المنطقة العربية لدى الشباب هوية الانتماء إلى النادي. فيصبح المعيش اليومي للشاب هو تقريبا على إيقاع معيش النادي، وبالتالي ذلك الترابط الكبير الهوياتي بين الطرفين هو الذي يصنع التعصب. فكأنه عندما يساء للنادي هناك إساءة للهوية الذاتية لذلك الفرد أو لتلك المجموعة، وبالتالي كل شرخ يصل النادي هو شرخ في هوية ذلك الشاب أو تلك المجموعة من الشباب. وأساسا مجموعات الألتراس. وبالتالي عندما تكون الهوية هي حجر الزاوية فإن التعصب يزداد درجة ويمكن أن يزداد حدة.